بسرعة يلا بينا نجهز مع بعض. هنعمل لوك بسيط جدا هيعجبكم جدا، عايزاكم تكملوا الفيديو للآخر وتشوفوا اللوك شكله عامل ازاي وتقولي رأيكم في الكومنتات. اول حاجة انا طبعا رسمت حواجبي، كنت فاكرة ان انا بصور طلع ما بيصورش بس مش مشكلة. رسمتها معاكم قبل كده، بتعمليها بصابونة الحواجب. بعد كده بتبدأي ترسميها سواء بجل ببودر بقلم زي ما انت عايزة. انا بحب استخدم قلم انستازيا فبيفرق جدا جدا في الرسم وبيخلي شكل الحاجب حلو. وممكن تستخدمي الباودر بتاعت ان اي نوع انت بتحبيه، او جل حواجب اللي هو بتاع ميه سينما حلو قوي. وبعد كده حطيت بقى الكونسيلر من فوق الحاجب ومن تحت الحاجب، وبدأت اللي انا يعني ادمج. وعملت بيز للشادو. الكونسيلر لما بتحطيه على الجفن بيظهرلك الاي شادو اللي انت بتحطيه. فانا عملت الكونسيلر حطيته على جفن عيني ونضفت تحت الحاجب، الحته دي بتفرق معاكي جدا في شكل الحاجب بعد كده. وطبعا استخدمت مسكرة الحواجب في الاخر خالص. وبعد كده ثبّتت بقى، أنا لقيت في الباليت بتاعة هدى بيوتي دي لون كده مدّي زي اللوز باودر، فثبّتت بيه الكونسيلر اللي أنا حطيته. مسكت بقى الباليت واخترت لون، أنا اخترت على موفات كده، اخترت الدرجة دي، فأنا كنت عايزة اللون يبقى ظاهر أوي، فخدت الفرشة دي بدل الفلافي دي. خدت اللي هي جاية مقشوطة كده لبرّه، دي أحسن يعني اللي أنتِ تحطّي بيها الأي شادو، بعد كده ادمجي بالتانية. في اللوك ده أنا مش هاحط رموش، بس هتشوفوا شكل اللوك هيعجبكم جدًا، ومش هاعمل رسمة عين over. بدأت بقى إن أنا أحط الأي شادو أطلّعه لبرّه كده، أنا عايزة رسمته تبقى طالعة لبرّه كإني يعني مسحوب لبرّه، بيدّي شكل تحفة بجد، وكان لايق على اللوك اللي أنا عاملاه ولايق كمان معايا. بدأت بقى إن أنا أدمج بالفرشة اللي أنا كنت ماسكاها في الأول اللي أنا قُلت لكم عليها اللي هي الفلافي. بدأت اللي أنا أدمج كويس بحركات دائرية طبعًا، وتمسكي الفرشة كده خفيف أوي. طبعًا أنا عشان مسرّعة الفيديو فهو مش واضح لكم. جِبت بقى في الباليت برضه لقيت زي concealer كده، بدأت اللي أنا إيه، أنضّف حوالين العين كده عشان خاطر أنا عايزة الرسمة بسيطة أوي مش عايزاها over. بعد كده جِبت الأيلاينر الglitter وعملت بيه الرسمة دي. الرسمة دي أنا كنت شُفت حد عاملها، بس طبعًا هو أنا ما عرفتش أوصل للرسمة دي، بس طلعت تحفة بجد. وأخدت من الconcealer برضه اللي في الباليت من الآخر عشان أنضّف آخر العين، زي ما أنتم شايفين. شايفين شكل الرسمة عامل إزاي؟ والله حلوة جدًا، يعني هو في التصوير مش واضح أوي. بس عايزة أقول لكم إن الlook كان جامد جدًا، وكل اللي كان بيشوفني بيقول لي: "أحلى look أنتِ عملتيه." من كتر ما هو بسيط. شايفين الأيلاينر، لسمة الأيلاينر كده طالعة لبرّه من فوق، بصوا كان تحفة بجد. أنا ما حطيتش أي حاجة تانية في عينيّا غير كده بس. وفي الآخر خالص أنتِ هتشوفي اللوك وهاستنى إن أنتم تقولوا لي رأيكم. جِبت طبعًا القلم الأحمر ده، وبعد كده بدأت إن أنا أحط منه على وشِّك كله. عايزة أقول لِك إن هو بيكنسل لِك أي عيوب في وشِّك. يعني أنا عملته مرة أو 2 ودي التالتة اللي أنا أعملها فيها. بيكنسل لي أي عيوب في وشي، بس ادمجيه كويس. خلّي البيوتي بلندر بتاعتِك تبقى مندية، أنا باحب أوي، أوي أرُش عليها مَيّة ورد قبل ما أبدأ أستخدمها. حاجة تاني ولسه واخدة بالي منها أوي في الفاونديشن، لمّا تيجي تحطّي الفاونديشن بلاش تحطّيه بفرشة تكون مثلًا يعني حاولي تشوفي فرشة تكون زي اللي في إيديّا دي. وتبدئي تحطّيه على الفرشة وتوزّعيه، وبعد كده تبدئي إن أنتِ تدمجيه. بلاش إن أنتِ يعني لا تحطّيه بإيديكِ ولا تحطّيه مثلًا بفرشة تانية غير دي. يعني حاولي الفرشة اللي هي جاية مقشوطة، اللي هي fluffy كده مقشوطة وكبيرة زي اللي أنا كنت ماسكاها دي. أنا مش عارفة اسمها إيه، بس فرقت معايا فعلًا لمّا كنت باحط الfoundation على طول بالفرشة، كانت فرشة كده مبطّنة، كان بيعمل لي خطوط ناحية كان بيكسّر معايا وبيعمل لي خطوط. اعملي الحركة دي مش هيكسّر معاكِ ولا هيعمل لِك خطوط خالص. جرّبوها بجد هتفرق معاكم. يعني أنا لسه متعلّماها من فترة قريّبة جدًا، وكنت دايمًا الحتّة اللي ناحية البُق وناحية الخَد كان بيعمل معايا بيكسّر معايا. فلمّا بدأت إن أنا أعملها بالفرشة دي ما بقاش يعمل معايا خالص كده، اللي هو بيقولوا عليها بيكسّر أو بيشقّق. بيتقال عليها إن هي بيشقّق، فمش هيشقّق معاكِ لو أنتِ عملتِ كده. جِبت بقى الconcealer وبدأت بقى إن أنا إيه، أحُط تحت العين عشان يعني أداري الهالات. هو طبعًا القلم الأحمر اللي أنا حطيته داري لي أي عيوب في وشي، وكمان بيظهر لِك الcover بتاع الfoundation لو هو الcover بتاعه قليل. بُصّوا الخطوات دي بجد هتفرق معاكِ في شكل الmakeup لو عملتيها. جِبت بقى الcontour وبدأت إن أنا أعمل contour للأنف.
حاجة بسيطة، أنا ما كنتش عايزة أحط كونتور بس قُلت إيه، لأ بالمرّة أدام أنا بقى هاعمل look يبقى أعمله بقى كامل، وبدأت بقى أعمل إيه، كبّرت شفايفي. وأنا استخدمت هنا الكونتور بتاع مَيّة سينما، هو حلو جدًا طبعًا الباليت طالع عينيها معايا، وبعد كده خدت ناحية الفك كده ناحية الخد، وناحية برضه الخد من تحت كده حاجة بسيطة أوي، أنا مش عايزة أأفور، أنا ما كنتش عايزة أعمل كونتور أساسًا يعني، هو أنا ما أعرفش أنا حطيت هنا ليه، بس طلع في الآخر شكله تحفة بجد، يعني أنا أصلًا ما كنتش عايزة أحط اللي هي ناحية الخد من تحت، وما كنتش عايزة أبرز خدودي، يعني أنا كنت عايزة إيه، أعمل حاجة مختلفة، أنا شكلي فعلًا اتغيّر خالص، وأول مرّة أعمل look بالجمال ده. بعد كده بقى بدأت إن أنا أدمج طبعًا الكونتور بتدمجيه في مكانه، بلاش إن أنتِ يعني تطلّعيه برّه عن مكانه، خلّيكِ تدمجي في المكان بتاعه عشان خاطر طبعًا يعمل لِك ناحية المنطقة اللي أنتِ عايزاها. بعد كده بقى بدأت إن أنا أضبّط بقى بالأيلاينر ورسمت من عيني من تحت بنفس اللون اللي أنا استخدمته من فوق، ومسكت الأيلاينر برضه من الأول كده العين، وبدأت إن أنا أرسم بيه بسيط، كنت عايزة أحط لون أسود جوّه عيني بس ما حبيتش عشان خاطر يعني أنا كنت حابة إن أنا أبقى موسّعة عينيّا، استخدمت برضه لون كده مدّي على موفات، وبدأت بقى أرسم بالأيشادو تحت عيني ودمجته طبعًا، وبعد كده حطيت الماسكارا وهاحط البلاشر، وحطيت أهم حاجة بقى الhighlighter ده بيبقى ده ياخد قلبي، باحبه جدًا، وباحطه ناحية الخد، وبعد كده باحطه عند ناحية الأنف من النُص، طبعًا عند ناحية الخد وتدمجي هو المفروض بتدمجيه بفرشة، بس أنا اتعودت إن أنا أعمله بإيدي الhighlighter بيظهر أكتر، وناحية البُق كده من فوق ما أعرفش أنا ليه باحطها بس أنا باحبها جدًا، جبت بقى إيه الloose powder وبدأت إن أنا أثبِّت بقى الmakeup اللي أنا عملته، وبعد كده حطيت الblusher بتاعي برضه بتاع مَيّة سينما، يعني أغلبية الmakeup اللي أنا باستخدمه من مَيّة سينما، أنا باحب الحاجات بتاعتها جدًا، طبعًا في حاجات أحسن بس أنا يعني باحب حاجات مَيّة سينما، بعد كده بقى بتيجي مشكلتي مع الروج، كل مرّة مشكلة في الروج، حطيت اللون ده حسيته مش عاجبني. اللون اللي هو الآيس كريم ده وده مع بعض حطيتهم مش عارفة، ما عجبنيش فهامسحهم وهاغيّرهم تاني، وقولوا لي بقى اللون ده كان أحلى والّا اللون اللي أنا هاحطه بعد كده، حطيت بقى highlighter كده ناحية مدمع العين، بُصّوا فرق إزاي في شكل الlook لمّا حطيت الhighlighter، ما أنا باقول لكم بياخد قلبي كده بيغيّر لي كده من الlook بتاعِك، وبيخلّي شكله حلو جدًا. الروج عشان يفضل ثابت معاكِ ويقعد معاكِ فترة طويلة تثبّتيه بالeye shadow اللي أنتِ حطيتيه فوق عينيكِ أو بloose powder هيفضل ثابت معاكِ لفترة طويلة. جيت بقى أغيّر الروج طبعًا مسحته بالعافية، وبعد كده غيّرت حطيت اللون ده، قولوا لي بقى اللون ده أحلى والّا اللي أنا كنت حاطاه في الأول؟ وده كان شكل الlook في الآخر خالص، قولوا لي رأيكم إيه، ما خدش منّي 10 دقايق بالضبط وده الfinish خلّصت خالص، قولوا لي رأيكم إيه بقى في الكومنتات. شايفين الشكل عامل إزاي هادي جدًا وبسيط وما حطيتش رموش، أنا باحط الماسكارا بتاعة MM كأني حاطة رموش بالضبط.